أهلا بيكم في حلقة جديدة مع فوكلر، حكايات تعيشنا في عالم الخيال والتشويق. بس قبل ما نبدأ الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وكومنت جميل منكم. يلا بينا نبدأ الحلقة. بنبدأ حكايتنا مع حياة، بنت جميلة عندها 12 سنة، عايشة في قرية ريفية قريبة من المدن. باباها محاسب، كل يوم بياخدها وهو رايح الشغل علشان يوديها المدرسة. أما بقى يوم الجمعة حياة بتفطر في أرضهم مع باباها ومامتها وعيلتها، وبعد الفطار باباها بيروح يصلي الجمعة وهي ومامتها يروقوا البيت. وبعد كده حياة بتقعد على طبليتها تذاكر. حياة كانت مجتهدة وشاطرة والمدرسة كلها بتحبها لأنها طالبة مثالية بجد، وده بيخلي بعض البنات في المدرسة يغيروا منها بسبب اجتهادها وشطارتها. وتفوقها بيرجع لتعاون باباها ومامتها في تربيتها ومذاكرتها. وفي يوم كانت حياة قاعدة بتاكل ساندوتش في المدرسة، وعلياء جت قعدت جنبها. علياء دي زميلتها في المدرسة، قالت لها: حياة، أنا في كام حاجة كده مش فاهماها، فممكن تساعديني وتفهميها لي؟ قالت لها حياة: أنا ما عنديش مانع. علياء قالت لها: طيب ممكن أستأذنك أجيلك البيت وأقعد معاكي علشان تفهميني كل حاجة؟ راحت مطلعة حياة كشكول وقلم وادتهم لعلياء وقالت لها: اكتبي رقمك هنا، وأول أما أقول لماما في البيت واستأذنها هتصل بيكي وأعرفك لو ماما وافقت. روحت حياة البيت وقالت لمامتها على الموضوع. مامتها وافقت ورحبت. اتصلت حياة بعلياء وقالت لها: ماما ما عندهاش مانع، اتفضلي. علياء جت لحياة البيت وحياة قالت لها: اتفضلي اقعدي علشان نبدأ مذاكرة. وحياة كانت قاعدة والطبلية قدامها، وعلياء كان رد فعلها مستفز جدا وقالت لحياة: ايه القرف ده؟ انا مش ممكن اقعد اذاكر على البتاعة دي. ايه، هو باباكي ما عندوش فلوس يجيبلك ترابيزة وكرسي علشان تقعدي تذاكري بدل قعدة الفقر دي؟ حياة قالت: ومالها القعدة يا علياء؟ احنا عندنا كل حاجة وبابا مش حارمنا من حاجة، بس انا بحب اقعد اذاكر على الطبلية. انما علياء الخبيثة كانت بتصور حياة وهي قاعدة على الطبلية وهي مش واخدة بالها وبتذاكر. وبعد كده قالت لحياة: انا مش هقدر اقعد قعدة الفلاحين دي، انا هخلي بابا يجيب لي احسن مدرسين في البيت ويذاكروا لي على المكتب بتاعي. سلام يا ام الطبلية. حياة قعدت زعلانة ومامتها جت وقعدت جنبها وقالت لها: حياة يا حبيبتي، مش عاوزة اللي حصل ده يأثر عليكي وعلى حياتك ومذاكرتك. ومن كلامها باين قوي انها غيرانة منك. ما تنسيش انك دايما بتطلعي الاولى على المحافظة كل سنة وبتتكرمي من ناس كبيرة ومهمة. وما تنسيش حلمك انك تبقي احسن دكتورة في مصر. ولا ايه يا دكتورتي الصغنونة؟ مش عاوزة تفرحينا انا وباباكي يعني ولا ايه؟ احنا يا حبيبتي دايما فخورين بيكي ومبسوطين ان احنا عندنا بنوتة جميلة زيك يا حبيبتي. حياة كلام مامتها شجعها جدا ورجعت تذاكر وتجتهد. تاني يوم راحت حياة المدرسة، لقيت علياء وأصحابها بيضحكوا وبيتنمروا عليها لأنهم شافوا صورتها وهي قاعدة بتذاكر على الطبلية واتريقوا عليها كتير. لكن حياة ما اتأثرتش بكلامهم ودخلت حصصها واتعاملت عادي في يومها. وفي البريك راحت حياة للمصلى اللي في المدرسة، وجميلة صاحبتها راحت وراها. جميلة لقت حياة قاعدة في المصلى زعلانة. جميلة قالت لها: حياة، ما تزعليش، أنا بحبك قوي، وانتي أكيد عارفة علياء وأصحابها شايفين نفسهم على كل المدرسة، وانتي لازم يا حياة تقولي لأهلك وييجوا ياخدولك حقك من شلة المتنمرين دول، وأنا معاكي ومش هسيبك، انتي صاحبتي وحبيبتي وأنا بحبك قوي. ضحكت جميلة وحياة وفرحوا وقعدوا يهزروا مع بعض. روحت حياة البيت وحكت لمامتها على كل حاجة، ومامتها كانت بتسمعها بكل اهتمام وقالت لها: حياة حبيبتي، ما تزعليش نفسك، طول ما أنا وبابا موجودين في الدنيا مفيش أي حاجة تزعلك. أنا وباباكي بكرة إن شاء الله جايين معاكي المدرسة وهنجيب لك حقك من المتنمرين. حياة راحت المدرسة وماسكة في إيد باباها ومامتها وهي في منتهى السعادة. دخلت أوضة المديرة معاهم
وحكت على كل حاجة وأكد على كلامها جميلة وكل أصحاب حياة. وتم رفض علياء وأصدقائها رفض نهائي من المدرسة بسبب استهزائهم وتنمرهم على حياة وعلى زملائهم وزميلاتهم في المدرسة. وحياة صلت وشكرت ربنا إن مشكلتها اتحلت والمتنمر أخد عقابه. والأيام جريت وحياة كبرت وجابت مجموع عالي في الثانوي واتكرمت من المدرسة ودخلت كلية الطب واتخرجت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف وفتحت عيادة وبقت دكتورة تشرف بينضرب بيها المثل في الطب وفي الاجتهاد وفي الاحترام. وجت في يوم علياء تكشف عندها. حياة قالت لها انتي مش فاكراني ولا ايه يا علياء؟ علياء قالت لحياة مش واخدة بالي بصراحة. حياة قالت لها انا حياة ام الطبلية، دلوقتي افتكرتيني يا علياء؟ علياء حطت ايديها على وشها من الخجل والكسوف وقالت لحياة انا اسفة يا حياة، اقصد يا دكتورة حياة، انا كنت لسه صغيرة وكنت شايفة نفسي حبتين، أرجوكي ما تزعليش مني، أنا بس كنت غيرانة منك علشان كنتي أشطر مني وبسم الله ما شاء الله بقيتي دكتورة شاطرة. حياة قالت لها على فكرة يا علياء أنا مسامحاكي ومش زعلانة منك، بس لازم نعلم الجيل اللي جاي لا يتنمر على حد ولا يتكسر بتنمر حد، وإن المتنمر بياخد عقابه في الآخر وعقابه بيبقى شديد جدا. وسلم حياة وعلياء على بعض وكانوا بيضحكوا ومبسوطين ونسيوا اللي حصل زمان. ودينا شفنا نهاية كل متنمر. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناة وتفعلوا الجرس ولايك وكومنت جميل منكم. معاكم غادة فويس، مع السلامة.